في عصرنا المعاصر الذي نحياه، فليتوخى الشباب والشابات والنساء والرجال تعاملهم، فإن التعامل أصبح بالمصلحة، والمصالح لا تفيد النفوس إلا لبعض الوقت لإرضاء الأهواء. فعندما تذهب لترى زوجة أو شابة وكذلك يراها رجل، فتفند فيها عقلها، وضع لها كلاما تعرف داخليتها. فالرجل والمرأة والشاب والشابة يتلونون ويتظاهرون بالمحبة، وعلى أرض الواقع لا تجده متواجدا.